ما تيجوا اوريكم يومي قبل وبعد واثناء الورشه بيبقى عامل ازاي. في العادي لما بيبقى فيه ورشة ديكوباج المبتدئين بحط الصور بالشكل ده قبل وبعد وكام خطوة بسيطة في النص. بس حبيت المرة دي اوريكم اليوم قبلها بيبقى تحضيراته ازاي، مقتطفات كده بسيطة علشان تدعوا لي معاكم كده في صلاتكم. وما تنسوش تكملوا المقاطعة وتدعوا لغزة وتصلوا على سيدنا محمد. في الأول لازم أحضر لانش بوكس من بالليل بتاع الولاد عشان الحضانة عشان اللي جاي معايا، والقهوة الصبح، وبحضر بقى الشنطة دي والكراتين بتاعة المبتدئين الخامات. وانزل بقى انا وابني عشان هو كان اجازه نروح مع بعض على الورشه كده، رصيت بقى الحاجه كلها. وبعد كده الناس ابتدوا يجوا وابتدينا بقى نعمل الخطوات كلها. وهنا بقى لحظه الدمج طبعا بتكون هي اصعب لحظه، هي اللي بتاخد وقت طويل جدا. يعني احنا نحكي بقى في جزء النظري عن ايه هو الديكوباج وخاماته والبدائل بتاعته بيشتغلوا على ايه وازاي الخطوات كلها، وعجله الالوان وازاي اطلع الدرجات اللي انا عايزاها. وبعدين نبتدي نطبق ده بقى عملي على التابلو بتاعنا، ونعمل نطلع درجات الألوان بقى، وكل واحد يدلو بدلو بقى. دي عليها سنة أخضر، دي عليها نقطة بيربل، دي عليها حتة. ونقعد بقى نجرب، تبقى بصراحة يعني جميلة جدا جدا. والدمج ليه تكنيكس كتير قوي. ده كان بطريقة السبونج، ده اشتغلناه ووتر ان ووتر، كان صعب شوية في نشفانه، بس الحمد لله ربنا كرمنا ونشف قبل ميعاد الورشة ما يخلص. علشان هي كانت خلفيتها بيضة خالص، فكان لازم ان احنا ندخلها الوان، بندخلها لها بطريقة الووتر ان ووتر. دي كانت لطيفة قوي. ومش بالمناسبة اللي حابب يتعلم الدمج كويس جدا، في كورس رشحه لكم بتاع الفنانة مروة صالح، الوداد ارت خانة. اللي عايز اللينك بتاع الصفحة بتاعها هيكتب لي في الكومنتس، هديله اللينك بتاع صفحة تواصل معاها. هو كورس صراحة هايل، هو بس يعني اونلاين، بس هو هايل بكل المقاييس يعني. وطبعا في الورشة لازم انتوا تشتغلوا بإيديكم، مش بس مش بس بوريكم التكنيكس، لازم يبقى الواحد شغال بإيده. يعني في ناس كتير بتخاف انها تحط ايديها في اي حاجة وعايزة المنتور يعمل لها كل التابلو، بس ده مش صح. لازم الواحد يتجرأ ويعمل ويغلط ونصلح ونشوف الغلط اللي وقع فيه ده المرة الجاية ما يعملوش. فعادي ان احنا نجرب ونغلط ونسأل. الميزة كمان عندي في الورشة انه بعد الحضور ليكي اكسس على كورس تليجرام مجاني للديكوباج للمبتدئين. معظم الحاجات اللي انا قلتها في الورشة بتتقال في الكورس، في حاجات كمان اضافية زيادة ما كناش بناخدينها في الورشة، فيديوز متسجلة وموجودة على الكورس، بحيث انه اللي نسي حاجة، اللي ملحقش يكتب حاجة، او يعني عشان وقت الورشة برضه ما نلحقش نكتب كل حاجة، بيبقى كل حاجة متصورة ومتسجلة على الكورس، تقدروا ترجعوا لها في أي وقت. فدي برضو ميزة من المزايا اللي موجودة في الورشة عندي. بس كده انت بتاخدي صندوق خامات للمبتدئين بتروحي بيه معاكي البيت، وده شكلي بعد ما خلصت. كنت هلكانه خالص، وبعد كده جري على الحضانه. اخدت بقى الولاد توامي الجميل كانوا زعلانين قوي مني وقاعدين يقولوا اتاخرت يا ماما انا جبت علينا. العيل التاني كنوع من المزاح، كنت بمزح. فجأة لقيت نفسي بيتمزح بيا الارض. والله هم قالوا لي هاتي التاني يتسلى مع الاولاني. بقوا هما الاتنين بيتسلوا عليا، هما الاتنين والله العظيم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش دعوه حلوه ولايك وسبسكرايب. مع السلامه.